ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عايزة أسألكم سؤال. يا ترى لو هنسافر مكان بعيد خالص ممكن نركب ايه؟ صح، برافو عليكم يا أصحابي. ممكن عربية أو قطر أو طيارة. طيب زمان ما كانش في الحاجات دي، يا ترى كانوا بيسافروا ازاي؟ تعالوا نسمع القصة الحلوة دي مع بعض من إنجيل معلمنا متى إصحاح 2. زمان أوي أوي يا أصحابي، بعد ما بابا يسوع اتولد في بيت لحم بفلسطين، كان في مجموعة من الناس بيشوفوا النجوم في السماء، اسمهم المجوس. شافوا نجم كبير في السماء، وده كان معناه إن في ملك عظيم اتولد، وهم افتكروا إنه موجود في قصر الملك. وعلشان كده راحوا عند الملك هيرودس علشان يسألوا عن المولود. الملك هيرودس كان ملك شرير. لما عرف إن في ملك اتولد خاف لحسن لما يكبر ياخد مكانه ويبقى هو الملك. علشان كده هيرودس الملك قال للمجوس: أعرفوا مكان الملك وقولولي علشان آجي أسجد معاكم للملك العظيم. لكن الحقيقة إن هيرودس الملك كان عايز يعرف مكان المولود علشان يقتله. عرفوا المجوس مكان الملك المولود، وقدموا ليه الهدايا ذهبا ولبانا ومرا، ودي حياة بابا يسوع على الأرض. وفجأة ظهر الملاك للمجوس وقال لهم ما يرجعوش تاني للملك، وفعلا رجعوا على بلدهم على طول. هيرودس الملك زعل قوي وقرر انه يقتل الطفل، وده علشان يخلص منه. بس قعد يفكر إن هو ما يعرفوش ولا يعرف مكانه، وفي أطفال كتير في نفس سنه. وفي لحظة قرر إنه يموت كل الأطفال اللي في السن ده من سن 2 لأقل. وفي نفس اليوم ده ظهر ملاك الرب ليوسف النجار في حلم وقال له: قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وفعلا يا أصحابي، يوسف النجار سمع الكلام وخد الطفل يسوع والعذراء مريم وراحوا لأرض مصر. ودول يا أصحابي اسمهم العائلة المقدسة: بابا يسوع وماما العذراء ويوسف النجار. العائلة المقدسة سافرت مصر بالحمار، لأن زمان ما كانش فيه عربية أو قطر أو طيارة، وطبعا ده يا أصحابي متعب جدا جدا. فالعائلة المقدسة قعدوا في مصر حوالي 3 سنين ونص، زاروا فيها أماكن كتير خالص. طيب خلينا نعرف إيه هي الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. العائلة المقدسة مرت ب25 مكان، ابتدت من سينا لحد أسيوط. في أماكن رفضت وجود العائلة المقدسة، وأماكن استقبلت العائلة المقدسة بالفرح والترحاب. وزمان قوي يا أصحابي الناس في مصر كانت بتعبد الحجارة والتماثيل، ودي حاجة وحشة خالص. فلما دخل الطفل يسوع مصر كانت التماثيل والحجارة بتقع بتتكسر. علشان كده كانت الرحلة صعبة خالص، فكانوا بيتحركوا من مكان لمكان، من الفرمة بشمال سينا لتل بسطة بالشرقية، ومسترد أو المحمة مكان استحمام العائلة المقدسة، وبلبيس وسمنود. وهنا الناس استقبلت العائلة المقدسة بالفرح والترحاب. وبعد كده راحوا البرولوس وسخا ووادي النطرون والمطرية اللي فيها شجرة مريم. وهنا غسلت العذراء مريم ملابس الطفل يسوع، وبمجرد ما المية نزلت على الأرض خرج من الأرض نبات ريحته جميلة، وهو نبات البلسم اللي بيدخل من ضمن مكونات زيت الميرون المقدس. وبعد كده راحوا عين شمس
ومنها لمصر القديمة، وقعدوا جوه مغارة في كنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان، وتحركوا للمعادي، وهنا ركبوا مركب في النيل وتحركوا للجنوب من البهنسة لصمنلوط لجبل الطير للأشمونين لديروت لحد ما وصلوا لدير المحرق بأسيوط، وقعدوا هناك 6 شهور. شفتوا بقى يا أصحابي الرحلة كانت صعبة وطويلة ازاي؟ باركت العائلة المقدسة كل الأماكن، ورحلتها هي جزء من التراث القبطي والتاريخ المصري. مصر من بداية التاريخ هي مكان الأمن والأمان، وموطن الحضارات ومهد الأديان. مصر بلد السلام، علشان كده ربنا قال: مبارك شعب مصر.